السلام عليكم يا حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. ايه رأيكم في العيش البيتي الشامي الجميل دوت؟ حقيقي يفتح النفس ويتاكل حاف، مش عايز اي حاجة جنبه. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي بقى. انا معايا كيلو دقيق، حطيت عليه ذرة ملح يعني زي نص معلقة صغيرة، بحط عليه معلقة سكر كمان، ومعايا خميرة فورية بحط حوالي 3 معالق صغيرين مش كبار، ومعايا ميه دافيه للعجن. بس مفيش اكتر من كده. يبقى هو كيلو دقيق ومعاه 3 معالق خميره وحبه سكر ونص معلقه صغيره ملح. الميه دافيه زي دمعه العين كده، ما بتبقاش سخنه ولا حاجه، هي دافيه دفيان خفيف جدا. بس انا قلبتهم كده مع بعض، وهبتدي احط الميه شويه بشويه، وابتدي اعجن بقى بايدي. هو العيش ميزته انه لازم يتخدم كويس جدا. اي عجينه الواحد بيخدمها كويس تطلع نتيجتها حلوة جدا. او كده انا بدأت اعجن فيها اهيت لغاية ما تتلم معايا كده وتخلي الطبق بتاعي نظيف، تبقى كده العجينة مظبوطة اهي اتلمت. طلعتها على الرخامة وبدأت اعمل لها عرق. ابتدي اخدمها بقى واعمل لها عرق حلو كده بحيث انها تبقى معجونة كويس جدا. بصوا انا بشد فيها ازاي، بشدها من اطرافها وارجعها تاني. هي ملزقة شوية في ايديا، بس هي طرية وجميلة بصراحة. بصوا اهي اتلمت خلاص، اتخدمت حلو. هبتدي اغطيها بقى واسيبها في مكان دافي كده عشان تخمر. بعد شوية مفيش اكتر من نص ساعة، يعني تلت ساعة بالكتير اوي. بص خمرت ازاي وتضاعفت ازاي، بقت جميلة جدا. بس هي كده جاهزة بقى للتشكيل. جبت بقى الطبلية بتاعتي كده وقعدت قدام العجين بتاعي، وفردت هنا دقيق عشان ابتدي اعمل كور صغيرة بحسب الحجم اللي انا عايزاه، سواء صغير قوي كبير وسط، اللي انا عايزاه اعمله. بصوا العجينة طرية ازاي في ايديا خالص وجميلة لانها اتعجنت حلو. ادي الكور بتاعتي اهيت اللي انا اعملها، ابتدي اركنها عشان ترتاح طبعا قبل ما افرد فيها. بس انا اهو كل العجينة بتاعتي اهيت عملتها كور اهيت جنب بعض. هبتدي اغطيها بقى بحاجة عشان ما تنشفش مني، وفي نفس الوقت هتخمر تاني برضو ترتاح معايا زي ربع ساعة كده. وابتدي اخد اول واحدة عملتها وابتدي افرد فيها اهوت بايديا كده شوية. بصوا بتتفرد وما بتلمش معايا ازاي، عشان اتخدمت حلو في نفس الوقت ارتاحت. طالما ارتاحت كده هتفرد معايا بسهولة. نكمل فرد بقى بالنشابة كده، وهركنه برضو تاني، مش اخبز على طول، هركنه تاني لغاية ما اخلص كل الكور اللي معايا. افردها كلها واخد برضو اول واحد عملته، اول واحد احط، هعمل منهم شوية في الطاسة وشوية في الفرن. اهو بصوا منظره جميل ازاي وسمكه حلو. ادي اول واحد عملته اهوت بعد ما ارتاح بقى، بعد ما خلصت كل الارغفة اللي معايا. حطيت الطاسة سخنت جامد وحطيت اول رغيف وهنتفرج عليه بقى مع بعض اهوت. هو هيبتدي يعلى واحدة واحدة.
بصوا بيعمل فقاعات ازاي كبيرة، وهيبتدي بقى ايه يترفع. بس لازم يتحط وسط طاسة سخنة جدا. او شايفينه بيترفع ازاي. هو كده او كده الخبيز في البيت ريحته جميلة، بيخلي ريحة البيت جميلة ويخلي البيت دافي جدا. اهو بصوا اترفع خالص وبقى جميل. يا دوب انا اقلبه بقى، قلبته على الناحية التانية. هبتدي بقى ارص في الصينية وادخل الفرن كمان. وادي العيش بتاعي اهو. ايه رأيكم فيه بقى؟ يا رب ينال اعجابكم. السلام عليكم.